بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ النهاردة فيديو مميز جدا جدا. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الرواني أو البسبوسة، يعني واخدة نعومة الكيك وترميلة البسبوسة، يعني سحر. الوصفة دي هتكون جاهزة في خلال دقائق بمكونات موجودة في كل بيت. خليكم معايا لنهاية الوصفة، هتلاقوا تكات وحاجات أول مرة تشوفوها، وهتلاقوا تديكي طعم كيكة الرواني أو ترميلة البسبوسة، وطعمها خطير خطير خطير، هيجذب الطعم هيجذب كل الناس. أول حاجة هنعمل الشربات بتاعتنا. عندنا كوباية مية على كوباية سكر، ونبتدي نخليهم يغلوا على النار، وبيرد ما بيغلوا بنحط لهم ربع معلقة ملح ليمون أو عصرة ليمون، ونسيبهم لمدة 5 دقايق على النار. وبعد كده بنجيب بولة ونكسر فيها بيضة، ونحط لها 3 معالق سكر، ونحط لها ظرفين فانيليا او باكين فانيليا زي ما انتوا بتسموه. وبعدين نجيب المضرب ونضربهم لحد ما يتغير لونهم للون الابيض ويدوب السكر معانا. اهم حاجة السكر يدوب معانا في الحتة دي. نبتدي نضرب لحد ما يتغير معانا اللون للون الابيض. يعني لازم نضربه ضرب جامد عشان يدخل هواء ويتغير اللون بتاعه زي ما اتفقنا. كيكة في منتهى الجمال وفي منتهى الخطورة، والكل هيعجب بيها، والكل هيسألك انت عملتيها ازاي دي. بعد ما ضربنا كده بنجيب بقى بعد كده كوباية عصير برتقال، وبنجيب بعد كده كوباية لبن، وبعدين كوباية زيت، ونضرب المكونات دي كلها نخليها تتداخل مع بعضها. بعد ما دخلت كده مع بعضها بنجيب كوبايتين دقيق سميد، اللي هو دقيق البسبوسة العادي، وبعدين بنجيب باكو بودر، وبنبتدي نضربهم مع بعض. ومعلش انا حطيت معلقتين جوز هند، ما ظهروش، كانت الكهرباء او الموبايل فاصل. وبعد كده طبعا انتوا شفتوا سايل كده، انما دي السميد بيشرب السوائل وبيبقى تقيل. دلوقتي هنجيب صينية بقى ونحط لها نقطتين زيت وندهنها، ونبطنها بدقيق البسبوسة مش الدقيق العادي. وطبعا الكيكة دي ما حطيناش اي دقيق عادي، كلها شغالة بالسميد، بس كيكة في منتهى الخطورة، في منتهى الحلاوة، في منتهى الطعامة.
بعد ما بطناها كده بدقيق السميد، هنجيب معلقتين سميد ونحطهم فيها ونبطن الصينية بتاعتنا. هنحط معلقتين السميد اهم وهنبطنها. وهنجيب بقى خليط البسبوسة أو كيكة الرواني ونحطها فيها. ونضربها ضربتين كده على الرخامة، وندخلها على فرن حامية جدا 200 درجة مئوية. هتطلع معانا بالشكل ده، هنسقيها بالشربات على طول. شايفين بتشرب الشربات على طول كده. مادام شربت يبقى الكيكة ناجحة جدا جدا. هنغطيها عشان تبرد لمدة نص ساعة وبعدين نقطعها معاكم. شايفين شربت الشربات كله ومفيش أي بواقي للشربات بتاعنا. نص ساعة ونبتدي نقطع الكيكة بتاعتنا. هنجيب السكينة بتاعتنا كده بعد نص ساعة، هنجيب السكينة بتاعتنا ونبتدي نقطعها، وتقطعيها بالطريقة اللي انت عايزاها. تقطعيها بالطول، تقطعيها بالعرض، الطريقة اللي تريحك. تقطعيها سمبوكسات في منتهى الحلاوة، مرملة وناعمة وفي منتهى الجمال ومنتهى الحلوة، والريحة بتاعتها واو واو واو، في منتهى الحلاوة. أتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. واللي عجبه الفيديو ياريت لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. تكميلة البسبوسة ونعومة الكيك في منتهى الحلاوة وطعم خطير جدا جدا. والله اللي لو عملتوها هتقولوا يعني مفيش بعد كده، وهتدعولي بعد الوصفة دي. في الكيكة دي سهلة ولذيذة، يعني انت لا هتقولي عليها كيكة ولا هتقولي عليها بسبوسة ولا هتقولي عليها كيكة رواني، هي ميكس بين كل التلاتة دول. فاللي وصل معايا لنهاية لحد هنا ياريت لايك واشتراك ودعوة حلوة منكم. ولو عايزين أي وصفة انتوا عايزينها ياريت تقولولي عليها، وأنا في أتم الاستعداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.